السلام عليكم، أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. أولى صفقات نادي الزمالك لتدعيم الفريق طبعا وبالتحديد تدعيم خط الهجوم هو كريم البركاوي. من هو كريم البركاوي؟ ده يا جماعة لاعب محترف مغربي عنده 30 سنة حاليا وطوله 175 سنتي، يجيد اللعب طبعا تحت ضغط المدافعين كراس حربة أو قلب هجوم، وايضا يجيد اللعب كجناح شمال لانه هو بيلعب بقدمه اليمنى. الراجل ده حاليا بيلعب في نادي الرائد السعودي. طبعا للاسف نادي الرائد السعودي حاليا مهدد بالهبوط في المركز الاخير وال18 طبعا من الدوري السعودي، ولكن في احصائيه مميزه للراجل ده رغم ان النادي بتاعه مهدد بالهبوط، يعني كده الهجوم بتاعه او الفريق ككل ما يقدرش يساعده للتسجيل، ولكن في 18 مباراة لعبها مع نادي الرائد السعودي حتى الآن في هذا الموسم سجل 11 هدف في ال 18 مباراة وصنع هدفين. دي إحصائية يعتبر ممتازة جدا للاعب زي كده بيلعب في فريق زي ما قلنا متواضع، يعني ما عندوش حد يساعده، وأيضا الفرق اللي بيواجهها طبعا بتكون أقوى منه دفاعيا، فبالتالي ان هو يسجل العدد الكبير ده من الاهداف 11 هدف، فدي مؤشر قوي طبعا وكويس جدا بالنسبة للاعب. اللاعب زي ما قلنا طبعا عقده بينتهي مع الرائد السعودي في الموسم الحالي بنهايه الموسم الحالي، يعني في شهر 6 بنهايه الموسم الحالي. طبعا الزمالك كان مهتم بيه ايضا من السنه اللي فاتت، ولكن ما حصلش توافق فيه طبعا بند الشراء، وخده طبعا نادي الرائد السعودي. زي ما قلنا الموسم بتاعه مضى موسم فقط مع نادي الرائد السعودي وبينتهي مع نهايه الموسم الحالي، فبالتالي الزمالك لو تواصل يعني مع اللاعب ومع وكيل اعمال كريم البركاوي وابدى رغبته طبعا في الانضمام لنادي الزمالك، نادي الرائد السعودي ما عندوش مانع ان هو يبيع اللاعب، لانه زي ما قلت لكم هو مهدد بالهبوط، بل هو في المركز الاخير، يعني رسميا يعتبر خلاص هيهبط لدوري يولو اللي هو دوري الدرجه الثانيه في السعوديه، فبالتالي عادي هو يبيع النجوم بتاعته الكبيره اللي زي كده، لان هو يلعب في دوري درجه ثانيه مش الدوري الاساسي اللي هو دوري روشن. فدي صفقه قويه بالنسبه لميدو، احمد حسام ميدو، هيدعم بها طبعا صفوف نادي الزمالك يا جماعه، وخلال مثلا يوم او يومين بالكثير هيتم الاعلان رسمي من قبل طبعا اداره نادي الزمالك ولجنه التخطيط في نادي الزمالك اللي ابدت رغبتها طبعا باللاعب ومتمسكه باللاعب طبعا، وعندها قناعه كامله بمهارات وامكانيات كريم البركاوي زي ما قلنا علشان يجيد اللاعب في مركزين، الجناح الشمال وقلب الهجوم، وده اللي ينقص نادي الزمالك في الفتره الحاليه بعد احمد سيد زيزو وبعد سيف الدين الجزيري، وانتم عارفين القصص والحوارات. فالف مبروك لنادي الزمالك الصفقه الكبيره دي، الدولي المغربي كريم البركاوي. ما تنسوش في النهايه الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناه تحليلاتكم، سلام عليكم.